كانت العرب في الجاهلية ترى أن العيش كل العيش في كأس خمر ينتشي الشاربون بحمياها، وغانية لعوب يستمتع المعجبون بجمالها، وغزوة على ظهور الجياد الصافنات يستحل بها الغزاة ما حرم الله من دماء العباد وأموالهم. لكن عثمان بن مظعون أحد حكماء العرب في الجاهلية كان يرى أن للحياة غايات أسمى من ذلك وأهدافا أجل. من أجل ذلك حرم الخمرة على نفسه فما عرف لها طعما، ولما سئل عن ذلك قال: تبا لكم، أأشرب شيئا يذهب عقلي ويضحك مني من هو دوني ويجعلني أنكح كريمتي لمن لا أريد؟ والله لا أذوقها ما امتدت بي الحياة. ولما أشرقت جزيرة العرب بنور الإسلام وبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بدين الهدى والحق، كان عثمان بن مظعون من المبادرين إلى الدخول في دين الله عز وجل، إذ لم يسبقه إلى هذا الخير غير 12 رجلا. ولإسلام عثمان بن مظعون قصة رواها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه جالسا بفناء بيته في مكة، إذ مر به عثمان بن مظعون غير آبه له أو ملتفت إليه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تجلس إلي يا أبا السائب نتحدث ساعة؟ قال: بلى. ثم جلس أمامه، وبينما هو يحدث النبي صلوات الله وسلامه عليه رآه وقد شخص ببصره إلى السماء وثبت نظره فيها قليلا من الوقت، ثم جعل يهبط ببصره إلى الأرض شيئا فشيئا حتى استقر فيها، ثم أخذ يتحرف عن جليسه عثمان بن مظعون حتى بلغ المكان الذي وضع بصره فيه، ثم جعل يحرك رأسه كأنه يستفهم عن شيء يقال له. كل ذلك جعل عثمان بن مظعون ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام دهشا مما رأى، مستغربا ما وقع. فلما بدا الرسول صلوات الله وسلامه عليه وكأنه وعى جميع ما قيل له، أخذ يرفع بصره نحو السماء شيئا فشيئا كأنما يتتبع أحدا، ثم علق بصره بذلك الذي توارى في السماء كأنه يتملى منه ويودعه، ثم عدل إلى عثمان بن مظعون ببصره وجسده كما كان أول الأمر. عند ذلك حدق عثمان بن مظعون ببصره في وجه الرسول صلوات الله وسلامه عليه طويلا، وقال: يا محمد، لقد جالستك قبل ذلك كثيرا فما رأيتك تفعل فعلك اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تنبهت إلى ذلك يا عثمان؟ قال: نعم، لقد تنبهت إليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتاني رسول الله جبريل آنفا وأنا جالس. فقال عثمان: تقول رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: وما الذي قاله لك؟ قال: لقد قال لي: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال عثمان: يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، نعم ما جاءك به، فلقد أمر بلباب الخير ونهى عن جذور الشر كلها. قال عثمان: فما إن سمعت ما سمعته منه حتى استقر الإيمان في قلبي، وصار محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلي من نفسي وولدي، ثم أسلمت لرب العالمين، وأسلم معي ابن السائب وأخواي قدامة وعبد الله. لم تنكر قريش في بادئ الأمر على المسلمين إسلامهم،
فما كانت تزيد اذا رات محمدا يمر بها على ان تقول في سخريه: ان غلام بني هاشم يكلم من السماء ويتنزل عليه الوحي منها. فلما عاب النبي عليه الصلاه والسلام الهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله، وذكر هلاك ابائهم الذين ماتوا كفارا، غضبوا لذلك اشد الغضب، واوقدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه نيران العداوه والبغضاء، فوثبت كل قبيله على من فيها من المسلمين، وطفقت ترهقهم من امرهم عسرا، فتضرب اجسادهم بالسياط، وتكوي ابدانهم بالنار، وتطرحهم على الرمال الملتهبه في رمضاء مكه لتردهم عن دينهم. والرسول عليه الصلاه والسلام يرى بعينيه ما يحل باصحابه، فيتفطر قلبه اسا عليهم ولوعه على ما يعانون، ولا يملك الا ان يقول لهم: صبرا صبرا، فان موعدكم الجنه. عند ذلك اذن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لاصحابه بالهجره الى الحبشه، فارتحلت اليها طائفه من المؤمنين مخلفين وراءهم الاهل والوطن، مودعين العشيره والسكن، فارين بدينهم الى الله. وكان في طليعه المهاجرين عثمان بن مظعون وابنه واخواه.